مش مشكلة البالغات النساء البالغات عندهم 18 سنة وأكثر يذهبون إلى الخليج. لا أبو لا الأخضر هذه احنا عندنا الزين العربي دقيقة لا لا، دقيقة بدنا نرجع. بدنا لا لا، دقيقة بالله يا أخويا جزائري. دقيقة صلاح بدنا نرجع على موضوع اللي حكيت عليه عن الفتيات القاصرات في مراكش. تفضل. تكلمت. لا أخي لا لا، ارجع لعند النقطة اللي تكلمت فيها على الفتيات القاصرات اللي موجودات في مراكش. هاي النقطة أنت قلت فيها قوية. عيد لي بالبروفيلي. لأن الناس تتكلم عن الآن في هذا الخضر يتكلم يقول لي مغربيات اللي في الخليج هذول عندهم أكثر من 18 سنة بالغات يعني راشدات شغلهم هذاك. لكن أنا حديثي عن أطفال عندهم 11 سنة أها. 12 سنة 13 سنة في جامع الفنا. هذا هو المشكل مش وين البالغات هذا؟ الآن وين هذا؟ إنسان 10 سنوات وين هذا يا صلاح؟ وين هذا الكلام تحكي فيه انت يا صلاح؟ هذا وين هذا الكلام بتحكي فيه انت؟ دقيقة، الكلام اللي انت بتحكي فيه الان يا الاخضر حبس الميكروفون لو حبس لنزق من اللايف. يهضر اللي ما كمل يا يقدرش صلاح، يهضر معاه. كمل كيفاش النقطة نهضر جميلة. معاه؟ لا انت تقمع يا ابو عبيد. يا ابو عبيد كمل انت دكتاتور ابو عبيد. كمل لباقي النقطة اللي انت ابو تكلمت عبيد فيها في اي منطقة، دكتاتور ابو عبيد. انت. اعطيه خليه يتكلم ابو عبيد. مظبوط. يعني لو تفضل. كان جيت نطبل لابو عابد تفضل. يخليني نهضر، ما جيتش نطبل يقطع لي المايك. دكتاتور والله صحيح صحيح. انت دكتاتور ابو عبيد. لا الحق فيك لا ما اتفق. انا سوف انزل تضامنا مع الاخضر انك ما اعطيته الماء. انت دكتاتور انت ابو عبيد. بارك الله فيك. سكتني. بارك الله فيك هكاك خويا المغربي، بارك الله فيك. الآن نكون واقعيين بصراحة. أنت الآن تكلمت عن نقطة جدا قوية. لا انت ما صلاح انت ما لا تحاول ان تغريني بالكلام المعزول. انت دكتاتور ما تعطي الاخي المايك. انت دكتاتور انت ما تحاول. لا والله صلاح لا ما في صلاح كلب وحيوان. وين ساي بدي الثنتين معطيه الميكروفون؟ ها تفضل يا الأخضر. مدام صلاح أعطاك الكلمة. حظك من السماء أنت. حظك من السماء. بارك الله فيك، بارك الله فيك اخويا صلاح. وهكاك كل واحد يجي غير على خوه المغربي. واخا حنا زانطين شي دول راهم حاسديننا اخويا، حاسديننا. طورنا مشينا بعيد وعندنا غير شويه ديال الرمله والبول، ما عندنا حتى مظبوط. حاجه اخرى غير البول شو ردك والرمله. أنت مشينا بصراحة؟ عندك بعيد البول بعيد. والرملة، إيش رأيك؟ والله لما تبول في الرملة وكيطلع لك الورد ويطلع لك القدرونات ويطلعوا لك الباطيمة، يا الله مزينو بول. البول المغربي حلو. ضحك انت ضحك. الجزائر دائما موجودة. الجزائر هي الجزائر جات للسونتر دي موند. راه واش راك عارف بلي الجزائر في السونتر دي موند؟ الجزائر انتم عندكم رئيس يبان في القمر. كاش عندكم رئيس يبان في القمر. والله ما يبان حتى والله ما يبان حتى الكورة بالله. طبعا لا بس نكون واقعيين الآن يا صلاح. أنتوا شفتوه في القمر ولا ما شفتوش بالقمر بصراحة؟ صلاح أنا تكلمت مع صلاح، أنا ما بتكلمش مع الأخضر بيملي إيش رأيه. تفضل. والله شافوه الناس بعد الاستقلال محمد الخامس هذا. انا والله لا، بقصد من كلام الآن أنت شفتوه في القمر ولا شفتوه زي بعض الروايات بصراحة؟ صلاح راه يقمعني راه قلع لي الميكرو عاود. ها انت صلاح شهد. طب
كيف بدك مال الميكروفون؟ كيف بدك صلاح كيفك مال الميكروفون لدي هون وهو قاعد بتكلم؟ شفت انه صاحبك كذاب؟ شفت انه كذاب؟ شفته كذاب. ها هيدي هيدي شفت؟ كذاب شفت انه الاخضر انا كذاب. اللي فتحت المايك لحقاش انت بلعت عليا. ابو عابد يا نقول لك واحد الحاجه. ابو عابد نقول لك واحد الحاجه. انا يوم ما شفتك في فرنسا مع بوليزاريو وديك بوليزاريو المنظمه الارهابيه التي قتلتنا الجنود وذبحتهم من الودن حتى اللودن وتبولوا عليهم، وانت رحت ودرت معهم فيديو. ليش طيب؟ انت تبقى عدو تاع المغاربه الله يسامحك وبلكي لانك رحت مع منظمه ارهابيه. نجاوبك الخضر نجاوبك الخضر توكني. طب ليش ما تقول مثلا ابو عابد الفلسطيني راح على المظاهرة هاي نوع من انواع انه شوف هالمظاهرة مثلا صورها فيديو؟ ليش ما تقول هيك؟ ليش؟ صح. لا استقصاء صحفي هم صرفوا هم اخذوا منك الرايه الفلسطينيه وزوروها. تحملت هذا يعني لا بس عادي بس هي انتم المغاربه كذلك الامر مطبعين مع الكيان الاحتلال ورافعين رايه فلسطين يعني عادي. ما شفتش فيك. شو رايك؟ بلا تكذبش لا تكون كذاب. هذا مش عادي يا اخي. الدوله احنا الان بناخذش راي الاخضر طبعا راي مش موجود. تفضل يا صلاح، انت كلامي صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح يا صلاح. مش انتوا الان مطبقين ترفعوا رايه فلسطين ترفعوها في الطرقات صح ولا لا؟ بتكلمتش معك يا ودي ما تكلمتش معك يا. احنا طبقنا مؤخرا. تفضل يا صلاح. سوري بقول لك انت الان المملكه المغربيه العلويه الشريفه مطبعه مع الكيان الصهيوني مزبوط، وبترفع كذلك الامر رايات تربوا تبع فلسطين مزبوط ولا لا؟ اكبر مثال في المونديال. عيدها. أي طبعا هذه القصة من الأول. شوف لما كانت القمة العربية قبل حرب 73 كانت هناك قمة عربية في الرباط، وكان حسن الثاني مع قادة الدول العربية، وطبعا كانت مسجلة والموساد بعت لهم، وبعدين أنشأ لجنة القدس فكان يلعب على الحبلين، ولكن هو صهاينة ابن صهيونيين مطبعين. وهذه لجنة القدس بطالة التصهين. هذه للتغطية، هذه غطاء. أبو عابد كلمة والله 30 ثانية فقط. أريد أسألك بالله عليك يا أبو عابد، من أين أتيت من هذا الرجل الحر؟ بالله عليك والله أناشدك بالله لأول مرة والله. الجوطية أخويا، احنا نقول لي في المغرب الجوطية. بس عنده معلومات خارقة بصراحة، عنده معلومات جدا قوية بصراحة، نكون واقعيين. اكتشف لك الآن الخيانات العظمى، وهو أيضا مغربي يعيش الآن في المغرب. اكتشف لك الخيانات العظمى مش فلسطيني، هو اللي اكتشفها مظبوط ولا لا يا أخوي الجزائري؟ صراحة تعيش المغرب. أخويا وكازابلانكا والحمد لله. الحمد لله عندنا الديمقراطية يا صالح. عندنا الديمقراطية يا اخويا. احنا ديمقراطية. مستحيل. احنا دولة ديمقراطية يا اخي. بس أنا خايف إنه القرعة تكون تستناك بصراحة. لا دقيقة. أنا خايف القرعة تكون تستناك. القرعة بتستنى ولا بتستناش؟ في قرعة ولا فيش قرعة؟ هو سولو والله دولة مختلفة. دقيقة يا أخوي. واحد ما يخرب فيه. تفضل. السلام عليكم. قول صح. صلاح قول صح. تفضل. أبو عابد هذا الأخضر هذا
يعتبر لمجرد أني ضد الصهيونية وضد التطبيع وضد محمد الخانز هذا، هو يعتبرها مسألة هذه تحسب للنظام المغربي، لأنه هو عبد، يعتبر أي شيء يحسب، يعني أي كلمة نقد فهي منا من السيد والحاكم، لأنه هو عبد. اليوتيوب طبعا يا اخوان الاعزاء صفحتي، طبعا صفحتي يا اخوان الاعزاء، طبعا يا اخوان طبعا الصفحة الآن على اليوتيوب كل هذا المحادثة من أول المحادثة كلياتها الآن موجودة بتلاقوها على اليوتيوب يا أخوان الأعزاء. هاي معلومات جدا قوية بصراحة. أنتم بتعرفوا المغاربة الأحرار، هي الأحرار وهي العياشة. خانز هو باكا صالح، سمعتني؟ هضر باحترام، هضر باحترام، لا هضر باحترام، الآن الأخضر هضر باحترام، والخانز هو انت ولا باك؟ الأخضر يعتبر هذاك راه سيدك وسيد سيدك. طب انت دلوقتي كنت من شويه بتقول ديمقراطيه، ازاي بقى ديمقراطيه عدت 10 مرات يا علشان أخي، انه ضد عدت الملك؟ 10 مرات، أنا قلتها مرة واحدة، عدت 10 مرات. هي ديمقراطية، هي فين يا ديمقراطية. يعني سينو كتمت ما يهضر بحال الكلام، لو كان جا خايف غادي يجيو يهزوه كاع ما يهضر هذا الكلام هذا. فين الديمقراطيه لما بلدنا تشتموا؟ الحمد لله الديمقراطية 100%. يعني ايه ديمقراطيه بالنسبه لك لما هو صحيح والله، بلادنا احنا في المغرب عاش الملك، والله يخلي لنا سيدنا عاش الملك. الله يخلي لنا سيدنا، والله نقولوا اللي بغينا عاش الملك، الله يخلي لنا سيدنا. البطاطا غالية، البطاطا دايرة 20 درهم، ما عندنا من ناكلو، ما لقينا باش نشوي البصلة، ما عندنا من ناكلو، والكراية غيخرجونا، وما عندنا باش نخلصو الضو، قطعوا علينا الماء. عاش الملك، والله يخلي لنا سيدنا، كنقولوا اللي بغينا عاش الملك، ما عندنا من ناكلو، البصلة غالية. فيش تعليق عاش الملك. والله، ما في تعليق بصراحة، فيش تعليق بصراحة.